عطى في جزء مهم جدا هنا اكتمال المنظومه دي. انا عجبني في كلام اشرف حكيمي، اتكلم عن ناديه واتكلم عن رئيس النادي، اتكلم عن وليد الرجراجي لوحده، اتكلم عن زمايله، اتكلم عن رئيس الاتحاد فوزي لكجع، واتكلم عن الدعم اللي هم بياخدوه من الدوله. فواضح ان الكل على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا في المشروع، وكمان حاله اقتناع من نجم زي اشرف حكيمي بوليد الرجراجي وقوه هذا المدير الفني المحلي، وهو بيشكره تحديدا على تعبه معاهم. فده ان دل شيء يقول لك ان الناس كلها على قلب رجل واحد. صحيح، وعايزين يتوجوا كل الامور دي بكاس افريقيا طبعا. عشان خاطر يكون قفلوا اللعبه بمعنى اصح، يعني عشان خاطر دي الحاجه اللي بتنقص الكره المغربيه دايما، النجاحات الافريقيه اللي هي اقل شويه على مستوى المنتخب الاول. وده لغز، يعني زي ما احنا بيبقى دايما عندنا لغز في مصر كده، بنفوز افريقيه بكاس افريقيا كاس العالم زي السلام عليكم، يعني بنيجي عند كاس العالم بنعطل. العكس برضو المغرب، فهم عايزين يكسروا القاعده دي. كلام حكيمي في محله، من الناس ممكن تعتبره مجامله، لكن هو فعلا في محله. فوزي لقجع هو قائد النهضه المغربيه على مستوى اتحاد الكوره. يماني اتكلم على محمد وهبي. احنا زي ما بقول مشكلتنا في ساعات في المنتخبات السنيه في مصر ان احنا التدريب هنا بتكون مش مكافاه على الكفاءه، بيكون مكافاه، يعني بيكون تجربه. المدرب بيخش يدرب عشان يجرب نفسه، لا هو لازم يكون عنده بعض النجاحات سواء على مستوى الانديه او على مستوى المراحل السنيه مع بعض الانديه عشان خاطر ياخد الفرصه دي مهمه قوي يا جماعه. عشان خاطر احنا دايما لما تميزنا في كاس الافريقيه كان بسبب ان منتخبات الشباب بتاعتنا كانت قويه وتوجت في 2001 بالبرونزيه، و2003 كنا مميزين جدا. ده اللي صنع كده. قبل لازم يكون عندك اساس كويس ان مستوى الناشئين عشان توصل لمرحله كويسه، ومش عيب ان انت تقتدي بالتجربه المغربيه. نوجه لهم كل التحيه، وان شاء الله مصر تكون قادمه في الطريق من جديد يعني. مليون في المية. خلي بالك محرز على الاقل يكون ما كانش مع الثلاثه، وهذا غير طبيعي. اضحوكه او مسرحيه جوائز الكاف التي اصبحت على كل لسان في مختلف وسائل الاعلام الغربيه. سامر عماري كان قد توقف عند طريقه الانتخاب او طريقه الفوت هذا تاع احسن العناصر وطريقه الترافيك. طريقه الترافيك ثاني ما يقدروش يحطوا محرز على الاقل مع الثلاثه الاوائل من اجل البحث عن من يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية. لكن علي بن شيخ يوم الأحد تكلم عن هذا السؤال، أو في سؤال حول واش يخموا علينا، واش يخموا عليهم من زمان الزمان. تسمى واش كانوا يتريتيو ويحسبوا لي زافريكان كيفاش، او عطى لهم البلاطو في يدهم سي كلير، او قال لهم انتم سمحنا هكذا تاع الفوضى وكذا. لا توشي لا دينيتي افريكان، هذه لا كاف هذه. الوغ كو لي زافريكان راهم يافونسي وراهم يبروغريسي وراهم يخدموا، راهم الناس راهم في المستوى. مازالوا جاي وقتهم هما قانتي. مي انا عطيت العصا للناس باش كونفيرميو واش كانوا يديروا باطل. وهذا الشيء هذايا اللي محرز فونتريدو، لا خاطر في بارتي دو سون استوار. فغدوه يحبس فوتبول ولادو وكذايا، يتفكر بلي هذيك الطاشا هذيك اللي ظلموه فيها، ولكن تبقى لهم هما في ضميرهم. انا كي تعطي بالون دور لهذا، هذا سي تري بون جوار، هذا تاع نابل يلعب مليح، بصح ما يميريتيش مام با دوزيام. هذا مام با دوزيام، ما يميريتيش دوزيام بالون دور. شبيهم هادو ما هبلوا، ما حبيتوش لاجيري يدي مي مورالمون وداه. الناس قاعد يحكوا على لاكاف، قاعد يحكوا على لاكاف بلي محرز هو البالون دور. هذا شيء واضح، هذا معد مخزيه ومثيره للشفقه وللضحك. يعني انا ما عجبناش الحال، لانه احنا نفتخروا باننا افارقه وباننا من هذا الارض، من الجزائر ومن افريقيا. لكن ما حدث في كواليس وفي الحفل هذا اصبح مثير للشفقه اكثر. نفتخر رضوان، ربما انت قلتها ونفتخر، ولكن شخصيا كنت ننتظر ان يتم اقصائنا بهذه الطريقه رضوان من طرف الاتحاد الافريقي. لماذا؟ لانه القبضه الحديديه بدات مؤخرا، اولا منذ اقصائنا من المونديال وما حدث. قضيه تحكيم دائما، قضيه اتهامنا
وتعاملنا مع التحكيم ومع هذه القضايا التي كانت الجزائر دائما عرضة لها، لتكون دائما الجزائر ضحية لها سواء من خلال التحكيم المنحاز. لكن كيف كنا نتعامل مع هذه القضية سبب لنا مشاكل، وبعدها بدأت تتوالى تلك المشاكل. نشوفوا تعاملنا مع الهيئة تاع الكاف ما راحش تسمح لك هذه تاع الكاف والقبضة الحديدية اللي تكون قضية البث التلفزيوني اللي كانت متعلقة بالشان وبأقل من 17 سنة. كذلك انت اليوم يعني كثير من الكثير من المشاكل. النقطة الثانية النقد المتواصل منا احنا للهيئة وللمسؤولين على الهيئة. اكيد هما يتحينوا الفرصة، يحوسوا على الفرصة كيف يردونا بهذه الطريقة. كذلك نقطة ربما اللي زاد تعكرت الاجواء بيننا وبين الاتحاد الافريقي انسحابنا من سباق الترشح لاحتضان كاس افريقيا، وكانت فيه اخبار عن كانه الاتحاد الافريقي كان يترجى الجزائر انها ما تنسحبش وانها تبقى في السباق على الاقل. هذه معلومه صحيحه. معلومه صحيحه. الجزائر رفضت مساعي الكاف على انها تبقى في سباق. ماشي تبقى في بور 2027. الجزائر رفضت باش نبقاو. هذه اردوان هما كانوا ينتظروا الفرصه كيف يردوا، كيف يثبتوا للجزائر انك انت اللي خسرتي في هذه القضيه اللي في صراعك مع الهيئه تاع الاتحاد الافريقي. وانا نعيب علينا احنا لاننا في وقت من الاوقات رضوان بعد فوزنا بكاس افريقيا وكاننا ولينا ابطال عالم. اصبحنا احنا دينا كاس افريقيا من دون الكاف